المغرب هو اللي شد عليهم الوثيقه. دابا هما ما عندهمش احرار، ماشي اسياد قراراتهم في غرب البلاد، حيت ملي بداو بالفعل والمغرب قضاهم غيخرج منهم الملايير ديال الدولار، ماشي الملايين، الملايير اقول واسطر على بالك تذكروا كلام يجينا والايام بين. دائما المغرب شادهم هذاك من جمهور الجبيل ما يمكن له يخدم الا حالتين، كاينش ثلاثه، كاين جوج الحالات اللي كاينه. الحاله الاولى هو انك تستوفي 60 سنه مع المغرب، بديتي اليوم راه ماشي من 72 سنه 32، لا، من نهار بدا الاستغلال يبدا اليوم في 26 حتى 2086 عادي السالي. او هذه الاولى. او الحاله الثانيه هو تنازل صريح من المغرب، يرادوا المغرب بطريقه او باخرى وديروا المغرب تنازل صريح، الساعه راه معلوم. وعلى الرغم من انه خبراء اقتصاديين اكدوا انه لا جدوى من هذا المشروع وانه لن يدر الا الخراب على النظام الجزائري الحالي. ومذكور في المادة الخامسة أن هذه الشركة الجزائرية المغربية راح تكون أمامها فقط 60 سنة ابتداء من 72 للقيام بمهمتها، وحنا في 2022 اللي 50 سنة ضيعتها المروك في سياسة توتر العلاقات مع الجزائر وشابتها عدة مقاطعات، ولكن إذا ضيعوا 50 سنة ما زلت لهم 10 سنين. وهنا نقول رحم الله المفاوضين الجزائريين اللي كتبوا ما يليه في المادة 17 عن احتمال وقوع نزاع بين الطرفين. كتبوا: وفي حالة إخفاق هذه الإجراءات يرفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية من قبل الدولة الراغبة في التعجيل. إذن هكذا قامت علينا الحجة القانونية بأنه من حقهم رفع الشكوى للمحكمة الدولية. لكن قبل ما يشكوا نقولوا لهم رانا اتفقنا أيضا على الفقرة باء من نفس هذه المادة اللي تقول: تعقد محكمة التحكيم جلساتها في جنيف وتكون صلاحيتها محصورة في الخلافات المتعلقة بتسيير الشركة الجزائرية المغربية وسيرها والمنازعات ذات الطابع الفني والتجاري. اقرأ مليح: ولن يكون لمحكمة التحكيم أي صلاحية لتأويل هذه الاتفاقية ولا للنظر في المنازعات المتعلقة بتأويلها أو تطبيقها. يعني اختلفنا في تسيير الشركة أو سيرها، أوكي نتحاكموا. اختلفنا في سومة الطن ولا اختلفنا في ممر السكة الحديدية أو في التوظيف والعمالة، يمكن نحلها دوليا. لكن القرار في تطبيقها من عدم تطبيقها ليس من اختصاص أي طرف ثالث، وتبقى كما سمتها الجريدة الرسمية اتفاقية تعاون، والتعاون اشترط الاحترام. فماذا تنتظرون من الجزائريين وهم يرون السلطان ومستشاريه في المروك اختاروا التعاون مع الكيان الصهيوني؟